مستوى العالمية. طبعا هي امبراطورية بلا شك، دخلها الإسلام وكانت مركز الحضارة، بل هي قلب الدول الآسيوية كما يقال، وكان ماضيها مشرقا. لاحظ العلماء خرجوا منها، جل العلماء خرجوا منها، والفقهاء وأهل السنة أهل الحديث والشعراء والنجباء والحكماء. من يصدق أن موطن الإمام مسلم والبخاري أصح كتابي بعد كتاب الله كان صاحبيه من إيران؟ الحاكم بن عبد الله النيسابوري، الإمام الطبري، الإمام أبو حامد الغزالي، مجموعة الإمام الرازي والسرخسي وغيرهم كثير، كانوا كلهم من هذه البلاد التي خرجت. هذا فيه دلالة على أن شمس الإسلام أشرقت على فارس كلها وخرجت لنا هؤلاء الجيل، حتى أن عدد من العلماء كابن خلدون وغيره يتعجب، يقول أنا أقول أنه لا يمكن يكون عالما إلا أعجمي. هذه كناية على كثرة العلماء الذين خرجوا، إلا أعجميا، وإن لم يكن أعجمي يعني لو كان عربي فإن مشيخته ومرباه قطعا سيكون أعجميا. فهذا هو تاريخ هذه الدولة، والتي كانت قديما دولة مسلمة سنية 100%، والله المستعان. طيب شيخنا، يعني بما أنك ذكرت أنها دخلت في الإسلام، بل الإسلام يعني غطى جميع أجزاء إيران، كيف تشيعت يعني حتى